محمد بن عبد الوهاب ليس له أي مصنفات علمية على الإطلاق. لم يصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أي مصنف علمي في أي فرع من فروع الشريعة. لم يؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أي كتاب في أي فرع من فروع العلوم الشرعية. لم يؤلف أي كتاب على الإطلاق في أي علم شرعي على الإطلاق. طبعا لما قلت الكلام ده كتير من الإخوة اعتراض كبير جدا جدا، وقال لي أنت إزاي تقول الكلام ده؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنده مجموعة اسمها مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عبارة عن 15 مجلد ما شاء الله تبارك الله. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب عنده مؤلفات علمية كثيرة وأهيه موجودة بين يديك. فكيف تقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يصنف أي كتاب في أي فرع، لم يؤلف أي كتاب في أي فرع من فروع الشريعة، ليس له أي مصنف علمي على الإطلاق؟ إزاي تقول الكلام ده والمجموعة أهي قدامك وبين إيديك؟ الحقيقة الإخوة اللي بيقولوا الكلام ده هم أكيد لم يروا هذه المجموعة ولم يطلعوا عليها ولم يقرؤوها ولم يتصفحوها، لأن المجموعة اللي قدام حضراتكم دي اللي هي عبارة عن 15 مجلد مكتوب عليها مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذه المجموعة ليس فيها أي مصنف علمي على الإطلاق. تقول لي ازاي يعني الكلام ده؟ ما هي قدامك اهي، يعني ازاي ما فيهاش أي مصنف علمي؟ أقول لك تعال نبص كده، ده كده المجلد. اقول لك طيب تعالى نبص كده، ده كده المجلد الاول علشان ما تقعش نعمل كده. ده كده المجلد الاول. المجلد الاول ده عبارة عن ايه؟ المجلد الاول ده جمع الرسائل بتاعت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ايه الرسائل ديت؟ اللي هي رسالة كشف الشبهات والاصول الثلاثة والقواعد الاربعة ومفيد المستفيد وتلقين العقيدة للعوام وكتاب التوحيد وكتاب الكبائر. دي فيها كل الرسائل بتاعت الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلها في المجلد الاولاني دوت. تقول لي طيب ما هي رسائل علمية؟ اقول لك هذه مجرد رسائل صغيرة، كتيبات صغيرة، يعني كل رسالة من هذه الرسائل عبارة عن 10 ورقات 15 ورقة، حاجات بسيطة كده بيتكلم الشيخ فيها كلام في مسائل عامة. اعتبروها بعد كده متون، مع ان هي مش متون ولا حاجة وليس فيها اي خصيصة من خصائص المتون، والشيخ نفسه لم يؤلفها على انها متون علمية، ولكن اتباعه بعد كده اعتبروها متون وبدأوا يعملوا عليها شروح وكلام من ده. اذا فالمجلد الاول ده فيه كل مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني كل الكتب التي ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجموعة في هذا المجلد الأول، بما فيها كتاب الكبائر وفي كتاب التوحيد. أكبر كتاب ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أكبر كتاب ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو كتاب التوحيد. كتاب التوحيد دوت عبارة عن إيه؟ لو أنت يعني اطلعت عليه، هو عبارة عن آيات وأحاديث. الشيخ بيذكر الآية وبعدين يكتب بعض الفوائد منها، رؤوس أقلام يعني. وواضح جدا ان الشيخ كان عامل هذه الرسالة اللي هي كتاب التوحيد على اعتبار ان هي تساعده في الدروس او الكلام دوت، يعني ليس مصنف علمي وليس مؤلف علمي، والباقي كله رسائل صغيرة جدا جدا جدا، ليست مؤلفات علمية ولا مصنفات علمية، كلها موجودة في هذا المجلد الأول. طيب تعال نشوف بقية المجموعة. كل بقى المجموعة اللي فاضلة دي عبارة عن ايه؟ كل بقية ال 14 مجلد دول عبارة عن ايه؟ آخر 3 مجلدات دول عبارة عن فهارس، الفهارس بتاعت المجموعة، يعني هم عملوا الفهارس بتاعت المجموعة في 3 مجلدات، فدول بره الموضوع. اتبقى معانا ال11 مجلد دول. ال11 مجلد دول ليس فيهم أي مصنف علمي، إنما هم عبارة عن إيه؟ عبارة عن مذكرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه. يعني إيه الكلام ده؟ أنت عارف إن في كتير من طلاب العلم بينتهج منهج في طلب العلم اللي هو يختصر الكتب. أنا عن نفسي كنت بعمل كده في فترة من فترات حياتي، إنك تجيب كتاب كبير عايز تذاكره فتقوم تختصر الكتاب. تختصره يعني كتاب عبارة عن مجلد كبير أنت تختصره في أجندة صغيرة أو في كراسة أو حاجة، بحيث ان انت تجمع منه خلاصة الكتاب، يعني بحيث ان يسهل عليك الرجوع للمعلومات المهمة اللي في الكتاب ده، فيساعدك في الشروح وفي الدروس والحاجات اللي من النوع ده. كل المجموعة ديت هي عبارة عن مختصرات اختصرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتب تانية. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان بيذاكر ازاي، كان بيجيب كتب كبيرة ويختصرها. على فكرة ما كانش بيختصرها بغرض أن تكون مؤلفات علمية، يعني هو مش بيعمل كده علشان تتنشر على الناس، بدليل إن هو كل الكتب دي لم يكتب أي مقدمة لأي كتاب فيها. يعني لو في واحد اختصر كتاب على غرض أن يكون مصنف علمي، بيعمل ايه؟ بيكتب بقى مقدمة يكتب فيها منهجه في هذا المختصر ويكتب فيها سبب اختصاره لهذا الكتاب إلى آخره. ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكتب أي مقدمة لأي كتاب من الكتب دي كلها.
ده معناه ايه؟ معناه ان الشيخ كان بيعمل ده لنفسه هو، يعني هو كان بيذاكر مذاكرته هو الشخصيه الله يرحمه. لما توفي رحمه الله عليه جت المجموعه اللجنه اللي هي كلفت بجمع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، خدوا الكراريس ديت وراحوا مطبعينها في الكتب دي. فكل الكتب دي ما فيهاش ولا كتاب مؤلف، هي كلها عباره عن اختصارات لكتب تانية.